أيام قليلة على بداية الحدث الأعظم في تاريخ الكورة والأعظم كرويا على الساحة الرياضية، وهو كأس العالم في قطر 2022. قطر الدولة العربية الصغيرة اللي بتقدر لأول مرة في تاريخ كأس العالم إن هي تنظم بطولة كأس العالم، وأول دولة عربية تقدر إن هي تستضيف المونديال. قطر اللي صرفت فوق ال 220 مليار دولار عشان خاطر تأسس بنية تحتية لقطر عشان خاطر تقدر تستضيف المونديال، والمونديال اتأجل من الصيف اللي فات للشتاء الحالي عشان خاطر درجة الحرارة اللي موجودة في قطر في فصل الصيف. أهمية الحدث اللي خلت قطر يصرف 220 مليار دولار بترجع لأهمية تاريخية لكأس العالم. هنتكلم مع بعض عن حكاية كأس العالم وأهم حكايات كأس العالم في سلسلة قطر 2022 مع الباش لعيب في حلقة جديدة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، والحلقة الأولى من سلسلة كأس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب. هنبتدي حلقتنا الأولى ببداية نشأة بطولة كأس العالم. بطولة كأس العالم ابتدت فكرة نشأتها مع فكرة نشأة الاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1904، لكن الفكرة اتأجلت شوية لسنة 1928 لما جه المحامي الفرنسي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ساعتها جول ريمي، ويقرر في اجتماع تاريخي في 25 يوليو سنة 1928 ببداية بطولة كأس العالم، واللي تقدمت لاستضافتها أوروجواي تقدمت لاستضافة البطولة، وسميت البطولة أو كأس البطولة سمي بكأس النصر تزامنا مع ذكرى المئوية لتحرير أوروجواي من الاحتلال سنة 1930. قدرت سنة 1930 أوروجواي تحقق البطولة الأولى وتسجل اسمها كأول دولة تفوز ببطولة كأس العالم. البطولة دي كانت العدد المشاركات فيها قليلة نتيجة لبعد أوروجواي، وكانت لسه الدنيا مش متظبطة من ناحية التنظيم، فشارك في البطولة دي 13 منتخب بس. لكن البطولة الثانية اللي أقيمت في إيطاليا سنة 1934 هي اللي شهدت الوضع الحالي من بطولة كأس العالم من ناحية عدد الفرق المشاركة. لأول مرة بيشارك سنة 1934 32 منتخب تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وسجلت كمان البطولة أول مشاركة لمنتخب عربي وأفريقي وهو المنتخب المصري. منتخب مصر كان أول مرة بيشارك في كأس العالم سنة 1934، وكمان بيحرز عبد الرحمن فوزي الهدف الأول لمنتخب مصر في كأس العالم سنة 1934. لكن المشاركة الأولى من العربية آسيويا كانت في كأس العالم سنة 1982 في اسبانيا، وكانت بمشاركة دولة الكويت. البطولة اقيمت 20 مرة وقدر يفوز بها 8 منتخبات بس، كان ابرزهم على الاطلاق هو المنتخب البرازيلي اللي حقق اكثر عدد من الالقاب وهم 5 القاب. يجي بعديه المنتخب الايطالي والمنتخب الالماني ب4 القاب بالتساوي. يجي بعديهم منتخب الارجنتين ومنتخب اوروجواي بلقبين، وفرنسا حامل اللقب الاخير بلقبين. بعديهم اسبانيا وانجلترا بلقب وحيد لكل منتخب فيهم. منتخبين بس هم اللي قدروا ان هم يحافظوا على لقب البطولة لنسختين متتاليتين، وهم ايطاليا سنة 34 وسنة 38، والبرازيل سنة 58 و62. الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم الالماني ميروسلاف كلوزا اللي سجل 16 هدف، ويجي بعديه الظاهرة رونالدو البرازيلي ب 15 هدف. لكن الجوهرة السمراء واعظم لاعبي العالم البرازيلي بيليه بيجي في المرتبة الخامسة ب 12 هدف. بيليه كان اصغر لاعب يشارك في كأس العالم سنة 1958 وهو عنده 17 سنة، وفي السنة دي كانت البطولة الاولى لمنتخب البرازيل. تخيل لعيب عنده 17 سنة. بيليه فعلا جوهرة سمراء، وفعلا يستحق لقب أسطورة من أساطير الكرة
في العالم. نيجي بقى للبطولة الأخيرة اللي بنتكلم عنها، والحدث اللي بعد أيام هنبتدي نتفرج عليه، وهي بطولة كأس العالم في قطر 2022. قطر قدرت إن هي تفوز بتنظيم البطولة، وأعلن جوزيف بلاتر الرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فوز قطر بتنظيم البطولة 2022 في 2010 جوزيف بلاتر طلع أعلن فوز قطر بالتنظيم، وكان حدث تاريخي. واتهم بعض المسؤولين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بالفساد، نتيجة لأن قطر دولة صغيرة جدا وتعتبر أصغر دولة قدرت إن هي تفوز بتنظيم المونديال سنة 2010 لتنظيم مونديال 2022. قطر من 2010 أو بداية من 2011 ابتدت تصرف مبالغ مهولة عشان خاطر تبني استادات، وكمان تنشئ بنية تحتية جديدة تقدر لقطر ان هي تقدر تستضيف حدث عالمي زي ده. قطر قدرت ان هي تعمل كتير من الملاعب، وملاعب غاية في الروعة، غاية في الجمال. قطر اتنقلت نقلة حضارية كبيرة جدا جدا بعد ما استطاعت ان هي تفوز بتنظيم كاس العالم 2022، لدرجة ان هي صرفت ما يقارب من 220 مليار دولار. من ضمن الفلوس اللي صرفتها قطر ان هي انشأت تقريبا 7 ملاعب او 8 ملاعب بسعات كبيرة جدا من الجماهير. اقل سعة فيهم كانت 40,000 مشجع. عندك ملعب البيت اللي بيسع ل60,000 مشجع، ملعب غاية في الجمال. بعديه ملعب احمد بن علي بيسع ل 40,000 مشجع. ملعب الجنوب بيسع ل 40,000 مشجع. كمان استاد خليفة بيسع ل 40,000 مشجع، واستاد المدينة التعليمية بيسع ل 40,000 مشجع، واستاد لوسيل اللي هيقيم عليه المباراة النهائية لكأس العالم بيسع ل 80,000 مشجع، واستاد 974 اللي بيسع ل 40,000 مشجع، واستاد الثمامة اللي بيسع ل 40,000 مشجع. قطر غيرت كتير من وجهة العالم كله العربي من ناحية استضافة البطولات، عاملة شغل جامد جدا جدا جدا. كل اللي راحوا قطر وشافوا الانجازات القطرية في المدة القصيرة، تقريبا انت بتتكلم في 10 سنين او 11 سنة، تغيير كامل للبنية التحتية لدولة قطر، وكمان ملاعب رائعة وغاية في الجمال، فعلا غاية جدا في الجمال. هنشوف وهنترقب كلنا الحدث الأعظم في العالم، وهو كأس العالم في قطر 2022. مع نهاية حلقتنا، كل حلقة في سلسلة كأس العالم قطر 2022 هنتكلم عن حدث أو لقطة حصلت في كأس العالم محل جدل، أو لقطة مميزة أو فيها إثارة حصلت في كأس العالم قبل كده. اللقطة بتاعتنا النهاردة وهي حصلت في بطولة كأس العالم سنة 1986 اللي كان بطلها الأرجنتين، وكان نجمها الأول دييجو أرماندو مارادونا. دييجو أرماندو مارادونا من أعظم لاعبي العالم، وكان ليه لقطة شهيرة جدا في مباراة نص النهائي قدام إنجلترا، في مباراة كان بيقودها تحكيميا الحكم التونسي علي بن ناصر. الكورة بتاعت الهدف الأول اللي قدر دييجو أرماندو مارادونا إن هو يسجل هدف بإيده من غير ما علي بن ناصر ياخد باله، وتعتبر اللقطة الأشهر لمارادونا في تاريخ كأس العالم. دي كانت لقطتنا النهاردة. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقات مع الباش لعيب تتابعونا وتعملوا لنا لايك للفيديو وشير، وكمان تعملوا لنا سبسكرايب للقناة، واستنونا في حلقات جديدة مع سلسلة كأس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب، والسلام عليكم. قلعة البيت بتشهد ضربة البداية لمونديال قطر 2022، وهزيمة أولى للعرب بأداء هزيل جدا جدا للمنتخب العنابي. رغم كل التجهيزات اللي عملتها قطر عشان تجهز منتخب قوي خلال ال5 سنين اللي فاتت، إلا إن عدم التمرس واللعب تحت ضغوطات هو اللي سبب في الأداء الهزيل جدا من منتخب قطر. هجوم أوروبي شرس جدا على قطر والدولة المستضيفة للمونديال، وده لأن قطر بتحاول إن هي تظهر جمال الإسلام وتظهر مفاتن الإسلام في استغلالا لوجود حدث عظيم جدا على أراضيها، وهي كأس العالم قطر 2022، وخاصة في جولة الافتتاح والبداية في حفل الافتتاح
بالقرآن الكريم. ما تنسوش تابعونا لآخر الحلقة، هنتكلم فيها على اللقطة في المونديال في الحلقة الثانية من سلسلة كأس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب، وحلقة جديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة مع الباش لعيب في سلسلة كأس العالم قطر 2022. حفلة جميلة جدا 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 في حفل الافتتاح. بصراحة قطر بتقدم شو رائع جدا جدا بيظهر جمال الإسلام والمسلمين. حفل بدايته القرآن الكريم واستهداف جميل جدا جدا في الآية اللي تم اختيارها. صوت عذب جدا في القرآن الكريم ابتدى بيه حفل الافتتاح. حفل الافتتاح بيدي كام رسالة كده جميلة جدا 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 بتعبر عن الطابع الإسلامي جوه الدول العربية. بيقدم يعني ايه نبقى مختلفين، يعني ايه ان احنا نتقبل الآخر، يعني ايه ان احنا نتقبل العالم المختلف عننا بثقافاته الغريبة او ثقافاته المختلفة. كل ده قدمه حفل الافتتاح في رسالة مضمونها قد ايه حلو ان انت تبقى عايش في بلد عربي ومسلم. المنتخب القطري استهل مشواره في كأس العالم قطر 2022 بالهزيمة قدام الإكوادور 2-0. هزيمة مخيبة جدا للآمال خاصة للشعب القطري والعربي. كان نفسنا ان منتخب قطر يبان بأداء حتى رغم الهزيمة يبقى أحلى من كده، أداء يبين قد ايه الفلوس اللي اتصرفت على منتخب قطر عشان تجهيزه والاستعدادات اللي تمت عشان خاطر تجهيز منتخب قطر. ده المنتخب قطر ده بقاله 3 شهور في معسكر منفصل تماما عن الدوري القطري. لاعيبه المنتخب منفصله تماما عن الدوري القطري استعدادا لكاس العالم. الخوف والرهبه اللي بانت على لاعيبه منتخب قطر سببت ان هم مش عارفين يلعبوا كوره. ابتدى منتخب قطر بقياده الاسباني فيليكس سانشيز بخطه 3-5-2. المشكله مش في الخطه، المشكله في ان انت بتلعب بخطه اللعيبه نفسها تحس ان هي مش حافظاها. كمان الضغط العالي اللي عمله منتخب الاكوادور بقياده مدربه الارجنتيني جوستافو الفارو خلى 2 لعيبه من منتخب الاكوادور في نص الملعب يسيطروا تماما على نص الملعب، وخلى نص الملعب القطري لا حول له ولا قوه طوال المباراه. الاثنين اللي بتكلم عليهم هم كاسيدو ومانديز. الاثنين قدموا اداء رائع جدا في نص الملعب، وكانوا بيلعبوا كمان كصناع لعب، وكانوا بيقدروا ان هم يضغطوا في نص الملعب ويستخلصوا الكوره بسرعه وينقلوها لطرف من الاطراف، خاصه الباك اليمين اللي سبب في الهدف الثاني للحاج فالنسيا وهو بريسيادو. بريسيادو لعب كرة عرضية زي ما الكتاب بيقول، كرة عرضية متقنة جدا جدا جدا، إلا إن الثلاثي الدفاعي لمنتخب قطر كان تايه. فالنسيا أو الحاج فالنسيا قدر إن هو ياكل اللعيبة بتاعة خط دفاع منتخب قطر في أقل من 30 دقيقة. يعني في 30 دقيقة فالنسيا قدر إن هو يجيب 3 أجوان، حتى ضربة الجزاء هو كان المتسبب فيها. ورغم الاداء الدفاعي اللي اعتمد عليه العنابي طوال المباراه، الا ان الثلاثي الدفاعي اللي اتكلمنا عليهم عبد الكريم حسن وابو علام خوخي وبسام الراوي ومعاهم كمان حارس المرمى سعد التشيب، الاربعه دول كانوا نقطه ضعف كبيره جدا 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 في دفاع منتخب قطر. وكل اللي عمله فالنسيا الثلاثي الدفاعي ما قدرش ان هو يسيطر عليه، وما قدرش ان هو يقدر يحجم لعيب زي فالنسيا بيتحرك في كل حته في الجانب الهجومي، وشكل خطوره كبيره جدا جدا طوال الشوط الاولاني لغايه اما طلع في بدايات الشوط الثاني. سعد التشيب اللي هو حارس المرمى بتاع منتخب قطر اخطائه كارثيه، بانت قوي كمان في الجون الاول اللي اتلغى لمنتخب الاكوادور، اللي اتلغى بداعي التسلل. طالعه كده غريبه، يعني طلع بره مرماه وطلعه غريبه وما خدش الكوره ورجع متاخر. يعني اخطاء غريبه جدا جدا خاصه في استخلاص الكور العاليه. يعني لولا تقنيه التسلل الجديده اللي بتستخدم لاول مره في كاس العالم كان هيسجل فالنسيا الهدف الاول لمنتخب الاكوادور في الدقيقه 2.
تخيل انت بتغلط في الدقيقه 2. الرهبه اللي كانت عند لعيبه منتخب قطر خلتهم ما يلعبوش كوره خالص خالص. كمان المدرب بتاعهم اللي هو سانشيز، فيليكس سانشيز الاسباني، واضح ان هو كمان نفسه كان عنده رهبه. الرهبه بتاعته اللي نقلها لعيبته خلت شكل منتخب قطر مختلف تماما عن اللي شفناه الفتره اللي فاتت. فالنسيا رغم ان هو لعيب كبير في السن، عنده 33 سنه، الا انه سيطر خالص على الاداء الهجومي لمنتخب الاكوادور، وشكل كل الخطوره على منتخب قطر طوال المباراه. ورغم كل اللي حكيناه ده، الا ان منتخب قطر طوال المباراه ما كانش ليه اي ردة فعل هجوميه تماما. حتى التغييرات اللي عملها سانشيز ما عملتش اي تغيير هجومي بتاتا البتة. تخيل انت يا مؤمن مباراة الافتتاح على ارضك وسط جمهورك، والكرة الركنية الاولى لمنتخب قطر تبقى في الدقيقة 100، في اخر دقيقة من الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني، الضربة الركنية الاولى. اكرم عفيف اداؤه سيء جدا رغم ان هو كان مديله حرية حركة النهاردة، سواء يلعب في الجانب الهجومي او ان هو يرجع ويعتمد عليه كصانع لعب في نص الملعب. كانت بتتحول خطة في بعض الاوقات ل 3-6-1 بوجود اكرم عفيف في نص الملعب عشان خاطر ينقل الكرة لقدام، الا ان الاداء كان سيء جدا من نص ملعب منتخب قطر. ومش هو ده المنتخب القطري اللي بيتجهز بقاله 5 سنين عشان خاطر نهائيات كاس العالم في قطر 2022. يعني احنا شفنا منتخب قطر في كوبا امريكا سنة 2019 كان بيقدم اداء عظيم جدا وكانت بروفة كبيرة وقوية جدا لمنتخب قطر استعدادا لكاس العالم 2022. الخوف والقلق والرهبة بتاعة المباراة الافتتاحية خلت منتخب قطر يبان بالشكل السيء ده. نتمنى للمنتخب القطري العنابي ان هو يستفيق سريعا ويستعيد اداؤه اللي عاهدنا عليه الفترة اللي فاتت في المواجهة اللي جاية قدام اسود الترانجا وبطل افريقيا منتخب السنغال. هنتكلم بقى عن موضوع تاني كده لفت انتباهي في الفترة الايام القليلة اللي قبل بداية كاس العالم في قطر، وهي الحملة الاوروبية الموجهة ضد قطر عشان خاطر الاجراءات اللي بتاخدها قطر ضد الخمور مثلا، ضد الشذوذ، ضد كمان بعض الحاجات اللي بيستهجنها المسلمين. بداية الحفلة بتاعت الافتتاح بالقرآن الكريم، انتشار اللوحات اللي بتعرف القادمين من لمتابعة مباريات كاس العالم او المشجعين اللي بيشجعوا منتخبات بلادهم في قطر عن الاسلام وعن جمال الاسلام وعن سماحة الاسلام. كل ده خلى العالم الغربي يهاجم قطر هجوم شرس. من ضمن الاخبار اللي قابلتها في السكة كده وانا معدي ان قطر بترشي 9 لعيبة من منتخب الاكوادور عشان تكسب مباراة الافتتاح. يعني خبر غريب جدا. يعني انت حتى لو هو قطر هتعمل كده، المنتخب الاكوادور نفسه هيقبل كده على نفسه ليه؟ ورغم ان دي المشاركة الرابعة للاكوادور في كاس العالم والمشاركة الاولى لقطر في المونديال. ليه منتخب الاكوادور هيقبل على نفسه حاجة زي كده؟ طبعا خبر غريب من صحيفة صفراء اوروبية غرضها كله ان هي تشوه استضافة اول دورة عربية لحدث كبير في كرة القدم وهو كاس العالم. اللي بتعمله قطر من ترسيخ للمعتقدات الاسلامية ونقل الشكل الحضاري الاسلامي للعالم كله في اللي بيحصل في كاس العالم، كلنا لازم نقف معاه، وكل الدعم للدولة القطرية في استضافة مونديال جميل جدا وفي الاول مرة للدولة العربية بتستضيف المونديال. نتمنى التوفيق لدولة قطر وتطلع مونديال زي الكتاب ما بيقول. مع نهاية حلقتنا هنتكلم عن لقطة في المونديال، هنتكلم عن لقطة النهاردة غريبة شوية، هنتكلم عن أسرع هدف في المونديال وهدف اتسجل في الثانية 11 في كاس العالم سنة 2002 اللي كان بتستضيفه كوريا واليابان. الهدف ده سجل في مباراة المركز الثالث والرابع ما بين تركيا وكوريا الجنوبية، وسجله اللاعب التركي حكان شاكور. حكان شاكور قدر في الثانية 11 ان هو يسجل هدف
بيعزز بيه فرصه منتخب بلاده اللي حصل بعد كده المركز الثالث في مونديال 2002 اللي كانت بتستضيفه كوريا واليابان، وده اخر مونديال قدر يكسبوا فريق من القاره اللاتينيه او امريكا اللاتينيه. كان البرازيل كان اخر بطل لاتيني بيفوز بكاس العالم سنة 2002. سقوط مدوي لأسود فارس قدام منتخب الأسود الثلاثة بسداسية، وكان بطلها نجم الجانرز الأرسنال بوكايو ساكا في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كاس العالم قطر 2022. على الجانب الآخر في المجموعة الأولى أسود التيرانجا بيخسروا قدام الطواحين الهولندية بهدفين مقابل لا شيء، وغياب ماني أثر كتير على أداء منتخب السنغال. ما تنسوش في آخر الحلقة هنتكلم عن لقطة في المونديال في سلسلة كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب، وحلقة جديدة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة في سلسلة كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب. سداسية من منتخب الأسود الثلاثة بيلقم بيها ساوث جيت مدرب منتخب إنجلترا، مدرب منتخب إيران أو منتخب أسود فارس كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر، بسداسية صعب ان اي حد يتوقع ان استهلال مشوارك في المونديال تبقى برقم كبير زي الرقم ده. منتخب ايران بيخسر 6-2 في الجولة الاولى ليه لخمس اسباب، ابرزهم الانتقاد المباشر اللي كان بيتوجه لكارلوس كيروش من ساعة ما كان بيدرب منتخب مصر، وهو اللعب باسلوب الدفاع لمجرد الدفاع. انا بلعب بدفاع عشان خاطر ادافع وبس، ما عنديش اي فكرة ازاي هتنقل من الاسلوب الدفاعي بتاعي او من الحالة الدفاعية بتاعتي للحالة الهجومية. انا بدافع لمجرد الدفاع. ده اللي ادى جاريث ساوث جيت مدرب منتخب انجلترا الحرية في ان هو يعمل كل حاجة في الملعب. كل حاجة في الملعب قدر يعملها لاعبي منتخب انجلترا بسهولة. وابرز الحاجات اللي فرقت كتير مع منتخب انجلترا عملها ساوث جيت ان هو رجع كل لعيب مكانه ببساطه شديده جدا. رجع كل لعيب مكانه. ان انت ترجع كل لعيب في مكانه وكمان الفريق اللي قدامك بيدافع لمجرد الدفاع، ده ادى ثقه كبيره قوي للاعيبه منتخب انجلترا، رغم ان معظمهم كان بادئ الموسم بشكل سيء جدا. ابرز الناس اللي بدات بمستوى سيء كان هاري كين وراشفورد ورحيم ستيرلينج. البدايه كانت مع ان انا اوظف رحيم ستيرلينج وماركوس راشفورد كل واحد فيهم كجناح، وده فرق كتير قوي مع الاثنين لعيبه، واداهم ان هم يحسنوا ادائهم ويدوا للفريق بنسبه 100%، ونجح كل لعيب فيهم ان هو يسجل هدف. كمان وجود بوكايو ساكا لاعب منتخب انجلترا ونجم الارسنال في الملعب فرق كتير جدا 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 مع هجوم منتخب انجلترا. الراحة كمان اللي خدها لاعبي منتخب انجلترا قبل البطولة اداهم برضو فوقان في الملعب، يعني خلاهم داخلين الماتش عايزين يلعبوا كورة. منتخب انجلترا ما عملش اي مباراة ودية واكتفى بالمعسكر المغلق اللي عمله قبل البطولة. ده فرق كتير قوي مع انجلترا في الملعب. وكمان التوتر والشحن الزيادة اللي عمله كارلوس كيروش للاعيبة ايران خلاهم مش متماسكين في الملعب. شفنا نسخة من منتخب قطر قدام الاكوادور مع الفارق في قوة منتخب الاكوادور قدام قوة منتخب انجلترا، لكن هي نفس النسخة بالظبط من مباراة قطر والاكوادور شفناها مع ايران وانجلترا، مع الفارق ان انجلترا كانت فاعليتها اكبر على المرمى وقدرت تحرز 6 أهداف كاملة، وبتضع قدما في الدور القادم من أول مباراة. يعني أول مباراة لمنتخب الأسود الثلاثة بيحط رجله في الدور القادم من بطولة كاس العالم قطر 2022. ليه؟ لأن أنت معاك في المجموعة ببساطة إيران غلبتها 6، عندك الفرقتين التانيين ويلز وإنجلترا مستواهم لا يرقى لمنتخب إنجلترا، وأعتقد إن الصراع في المجموعة دي هيبقى على البطاقة الثانية مش الأولى. في المجموعة الأولى بقى ومنافسات المجموعة الأولى بيسقط
بطل الماما افريكا اسود الترنجة قدام الطواحين الهولندية بهدفين للا شيء. منتخب السنغال بقيادة السنغالي اليو سيسي اعتمد على خطة لعب زي الخطة لعب اللي كان بيلعب بيها او اللي احنا متعودين عليها من منتخب السنغال، وهي 4-3-3 اللي بتتحول في الحالة الدفاعية ل 4-1-4-1. لكن المشكلة في منتخب السنغال كانت في الشق الهجومي، رغم تميز خط نص منتخب السنغال، خاصة 2 لعيبة كانوا محورين جوهريين جدا جدا في نص منتخب السنغال، وقفلوا كتير على نص ملعب هولندا، هما شيخو كوياتي ونامبلي مندي. الاثنين دول كانوا قافلين ميه ونور على دفاع منتخبهم، وكانوا كمان مانعين اي هجمات بتيجي من الجانب الهولندي، خاصة من لاعب برشلونة ديونج. اللي كمان اللي ميز الاثنين دول خاصة نامبلي مندي ان هو كان بيلعب شبه رقابة لصيقة للاعب ايندهوفن كالياكوبو. الاثنين اللي كان بيتحرك كتير في نص الملعب، خاصة مع الخطة اللي كان بيعتمد عليها مدرب منتخب هولندا الهولندي لويس فان خال، اللي كانت في الملعب شكلها 3-4-1-2 وبتتحول في الحالة الدفاعية ل 5-3-1-1. وجود كالياكوبو في نص الملعب كان عشان خاطر ينقل اللعب من خط النص منتخب هولندا عشان لقدام، وبيعتمد على الانطلاقات اللي بيساعدوا فيها ديمفريس من على اليمين، وكمان زيادة ديليخت عشان خاطر يغطي وراه. وهنا كانت نقطة ضعف منتخب هولندا هما الاثنين دول، ديمفريس وديليخت. الجانب الايمن لمنتخب هولندا هو كان الجانب الاضعف، وكانت غلطة اليو سيسي في الشوط الاولاني وبدايات الشوط الثاني مع تراجع منتخب هولندا في نص ملعبه انه ما نقلش اسماعيل صار الجنب اللي فيه الاثنين دول عشان خاطر يلعب عليهم ويستغل سرعته ومهارته. ما ابتداش ينقله غير في بداية الشوط الثاني، لكن فوجئ اليو سيسي اصابة شيخو كوياتي فرقت كتير جدا 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 في نص ملعب هولندا اكتر من السنغال. انت ممكن تعوض لعيب في نص الملعب واحد مكان واحد ويأدي نفس الدور، لكن قوة شيخو كوياتي في التغطية الدفاعية وان هو كان مانع او قاطع مية ونور على ديونج في التقدم الهجومي واللعب ونقل اللعب، ده اللي خلى ديونج بعد ما طلع كوياتي يلاقي نفسه حر، بيلعب براحته، بيمرر براحته، ويرفع الكورة اللي قتلت المباراة تماما، اللي سجل منها ياكوبو الهدف الاول لمنتخب هولندا في غلطة واضحة وصريحة من لاعبين بتوع تشيلسي اللي هم خليدو كوليبالي المدافع وحارس المرمى ادوارد مندي. الاثنين غلطانين في الكورة. التغطية العكسية من كوليبالي كانت ضعيفة، وكمان الطلوع بتاع مندي كان متأخر، وده اللي تسبب في الهدف الاول. بعد كده اليو سيسي ابتدى يلعب الكل في الكل، فالمساحات العكسية خلت هولندا تبقى اشرس واقوى، خاصة كمان مع نزول ديباي في الهجوم. ده اللي خلى الهدف الثاني يجي برضه من غلطة من الاثنين كوليبالي ومندي. كوليبالي ديباي بيلعب الكورة وبيشوطها، ديباي رقصوا يعني اللي هو يعني مش رقصوا، وقفوا راح شايط الكورة ردت من مندي جول. بصراحة منتخب السنغال ما كانش يستاهل ابدا ان هو يخسر الخسارة دي. منتخب السنغال قدم اداء عظيم جدا جدا طوال المباراة، واحرج الطواحين الهولندية طوال المباراة لولا اصابة شيخو كوياتي وكمان سوء ادارة اليو سيسي للمباراة، خاصة بعد الاصابات الكتيرة اللي حصلت في الفريق، وابرزهم طبعا اصابة نجم السنغال الاول ساديو ماني وغيابه عن البطولة. اليو سيسي انا شايف منتخب السنغال اكبر منه، يعني لو في مدربين كتير قوي لو المنتخب السنغال جابهم كانوا هيبقوا احسن من اليو سيسي في الادارة الفنية للمباريات، خاصة مع المهارات الكتيرة اللي موجودة عند لعيبة السنغال والامكانيات العالية. لو في مدرب تاني متهيألي منتخب السنغال كان هيبقى في حتة تانية خالص.
كده ترتيب المجموعه دي بعد انتهاء الجوله الاولى او انتهاء مباراتين من الجوله الاولى. اكوادور في عندها 3 نقط بهدفين وما دخلش فيها اهداف، ومعاها مناصفه هولندا برضو بهدفين وما دخلش فيها اي اهداف، 3 نقط و3 نقط. ويتزايل المجموعه منتخب قطر ومنتخب السنغال. المباراه اللي جايه لمنتخب السنغال قدام منتخب قطر، المباراه دي هتحدد ان كانت السنغال هتكمل في البطوله ولا لا. ماتش مهم جدا وعنق زجاجه بالنسبه لقطر عشان تخرج من الاداء السيء اللي قدمته قدام الاكوادور، في ظل ان المواجهه الثانيه هتبقى برضو صعبه وهيتحدد منها برضو متصدر المجموعه ما بين هولندا والاكوادور. ودلوقتي مع لقطه من المونديال هنرجع لمونديال 86 اللي قدرت الارجنتين ان هي تحصل على كاس العالم في مباراه نص النهائي كانت ما بين انجلترا وما بين الارجنتين، ويسجل دييجو ارماندو مارادونا هدف خرافي من اروع اهداف كاس العالم، من اروع الاهداف اللي ممكن تشوفها ومهما عدى عليها الزمن يعتبر من احلى اهداف كاس العالم. قدر منتخب الارجنتين ان هو يفوز بالمباراه ويصعد للنهائي ويكسب البطوله، لكن الهدف ده كان الهدف الثاني في المباراه. قدر دييجو ارماندو مارادونا ان هو يرقص 7 لعيبه، ياخد الكوره من نص الملعب ويرقص واحد والتاني والتالت والرابع ويروح لغايه الجون ويرقص الجون ويجيب جون في هدف رائع جدا جدا بيبين قد ايه دييجو ارماندو مارادونا اسطوره فعلا من اساطير كره القدم العالميه. الصقور الخضراء تلتهم راقصي التانجو، والسيد معزة يقف عاجز تماما قدام كانو وسلمان الفرج، وعبقرية رينار هي السبب الرئيسي في الأداء المذهل اللي ظهر عليه الخضر النهاردة قدام الأرجنتين. ومن الصقور للنسور، نسور قرطاج بيفرطوا في فوز قدام الدنمارك بعد أداء شوط أول رائع جدا جدا ضيع فيه المنتخب التونسي ما يقرب من 15 فرصة محققة على المرمى الدنماركي. ما تنسوش في نهاية حلقتنا هنتكلم عن لقطة في المونديال في حلقتنا الثالثة من سلسلة كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب، وحلقة جديدة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من سلسلة كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب. نجح منتخب السعودية في إنهاء سلسلة اللا هزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد 34 مباراة بدون خسارة. نجح رينار ورفاقه في تسجيل هدفين ولا أروع في الشوط الثاني، تفوز السعودية قدام الأرجنتين في مباراة للتاريخ. رينار اعتمد على خطة لعب 4-3-3، لكن مش كده وبس، رينار كمان اعتمد على إن اللعيبة بتاعته تبقى متمركزة في 18 متر، بتبقى عبارة عن خطين أو 3 خطوط خلال 18 متر بس. وده اللي ساعد اللعيبة بتاعة السعودية إن هي تنفذ خطة مصيدة التسلل كما أنزل، يعني نفذوا مصيدة التسلل زي ما الكتاب بيقول. وكل لعيبة الدفاع السعودي كانوا في حالة ذهنية عالية جدا جدا جدا. كمان لا نغفل دور الثنائي في نص الملعب سواء كان محمد كانو او سلمان الفرج قبل ما يطلع مصاب. الاثنين دول كمان ادوا تقل لنص ملعب السعودية وخلوهم متمركزين. ويحسب لرينار ومنتخب السعودية رغم تقدم الارجنتين من ضربة جزاء في اول 10 دقايق، وضربة جزاء انا شايفها من وجهة نظري انها تعدي عادي، يعني لو للارجنتين الكرة دي مش هتتحسب. هي اتحسبت على السعوديه بس الكره دي لو الارجنتين ما كانتش هتتحسب. كره تعدي، مش يعني انا مش هي ممكن ترقى لضربه الجزاء بس انا شايفها تعدي. رغم كده برضو المنتخب السعودي صمد طوال الشوط الاولاني والتزم بخطه رينار الشوط الاولاني كله، وكمان ابتدى يضغط هجوميا كمان على الارجنتين. اي نعم على استحياء في الشوط الاولاني، لكن برز الضغط ده الشوط الثاني في الدقايق الاولى. وكان واضح كمان من المنتخب الارجنتيني ومدربه الارجنتيني ليونيل سكالوني ان هو كان مستسهل اول ماتش، خاصة بعد ما غلب الامارات 5 في الجولات التحضيرية قبل كاس العالم. كان مستسهل قوي السعودية، يقوم رينار مديله على عينه في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 49 وصالح الشهري يديله جون
جون يعني فين يوجعك في الدقيقه 49، يعني تقريبا بعد 4 دقايق بس من بدايه الشوط الثاني، ويديله هوب لسعه. لكن رينار كده بص كده، الله هو بس واحد بس؟ لا مش هينفع واحد بس، لا ده الراجل مستهيفنا احنا، لا ده احنا الخضر، وطالما احنا الخضر يبقى لازم نديله على عينه. يوم يجي سالم الدوسري في الدقيقه 54، يعني تقريبا بعد 10 دقايق بس من هدف صالح الشهري، يبقى يديله جون زي ما الكتاب بيقول، بيقطع الكوره ويرقص على منطقه الجزاء ويلعبها سويرف زي ما الكتاب بيقول، عشان تتقدم السعوديه 2-1 ونقطه. ومن اول السطر السعوديه كده غالبه 2-1. الارجنتين ابتدت تتفاجئ بقى، يعني صحوا من النوم، احنا صحينا لقينا ايه النتيجه 2-1 والسعوديه غالبه 2-1. طب هنعمل ايه؟ يقوم سكالوني منزل كل اللعيبه اللي عنده اللي ينفع تلعب عشان خاطر يضغط على السعوديه ضغط امامي، ويحول طريقه اللعب ل 3-4-3 ويضغط بكل قوته على المنتخب السعودي. لكن الصلابه الدفاعيه اللي كان بيتميز بيها المنتخب السعودي، وخاصه الباكين اللي كانوا بيلعبوا مع المنتخب السعودي، سواء سعود عبد الحميد على اليمين او الناحيه الثانيه ياسر الشهراني، ربنا يشفيه يا رب ويعافيه بعد الاصابه اللي تلقاها ياسر الشهراني وكسر في الفك وفي عظام الوجه. بصراحه خبطه واصابه قويه جدا جدا لياسر الشهراني، لدرجه ان ولي العهد السعودي امر بسفره مباشره من قطر بطياره خاصه على المانيا لتدخل جراحي فوري لياسر الشهراني. يا رب يا رب يقوم بالسلامه ويرجع تاني ينور الملاعب السعوديه والعالميه. الباكين زي ما قلنا هم كانوا نقاط قوه المنتخب السعودي دفاعيا، وكمان كانوا نقاط ضعف المنتخب الارجنتيني دفاعيا. المنتخب الارجنتيني بيعتمد على الطرفين بشكل قوي، لكن كانت دايما نقاط ضعف المنتخب الارجنتيني او راقصي التانجو على الباكين. وده اللي خلى الاثنين الباكين زي ما قلنا، سواء الشهراني او سعود عبد الحميد، الاثنين يلعبوا باريحيه كبيره جدا جدا جدا، وكمان يفوقوا في الملعب. يعني سعود بصراحه سعود عمل ماتش عالمي. انا بتفرج على سعود بقول بصراحه باك من الطراز الرفيع، بيفكرني بمفاسة الاهلي المصري اكرم توفيق. شابوه للنجوم الاخضر السعودي. نفوز بس بقى على بولندا تعادلت مع المكسيك، فرصه يا رجاله. بولندا كده بتعادلها مع المكسيك، مجرد ما السعوديه تفوز على بولندا في الماتش الجاي يبقى بنكرر انجاز 94 في امريكا، وتصعد السعوديه لدور ال16، وده اللي تمناه كلنا، وشكله مونديال عربي. نروح بقى لنسور قرطاج. تونس قدمت اداء عظيم جدا قدام الدنمارك في الشوط الاولاني، ومدربهم التونسي جليل قدير كان واضح عليه ان هو مركز قوي ان هو يخطف نقاط المباراة الثلاث من الدنمارك، خاصة في الشوط الاولاني. وفي كام نجم كده لمعوا في منتخب تونس غير اللي احنا متعودين عليهم، زي عصام جبالي وعيسى بلال وطبعا يوسف المساكني، الى جانب طبعا حارس المرمى اللي قدم مباراه في الشوط الثاني رائعه جدا جدا، وهو ايمن دحلان. يعني صد كام كوره كده، واحده من إريكسون بصراحه كانت صعبه جدا جدا جدا، قدر ان هو يطلعها بشماله، وبرع بصراحه دحلان في المباراه خاصه في شوطها الثاني. كان نفسنا معلولو ابننا معلول يشارك في المباراة ويبدع كده ويتألق، لكن ملحوقة معلول ان شاء الله في المباراة اللي جاية تنزل كده وتبدع في الملعب وتوريهم نسر الاهلي الطاير. علي معلول اعتمد قدير او جليل قدير على خطة 3-4-3 مع تحرر يوسف المساكني في نص الملعب وعلى الاطراف، عشان خاطر يعتمد على الهجمات المرتدة، مستغلا لمهارة يوسف المساكني في ان هو بينقل الكورة يمين وشمال وفي العمق بسرعة وبحرفنة. معلم يوسف المساكني كده في نص الملعب كده، رمانة ميزان زي ما الكتاب بيقول. بصراحة يا يوسف رغم السن الا انك
رائع جدا وادائك رائع جدا في الملعب. نص الملعب التونسي كمان كان مميز، وخاصه عيسى بلال عمل مباراه من الناحيه الدفاعيه رائعه، لكن كان ينقصه سرعه اللعب الهجومي او سرعه نقل الكوره لقدام، عنده بطء شويه. لو سرع رتمه اكتر كان منتخب تونس هيفوز اكيد في المباراه. المباراة فعلا كانت في متناول المنتخب التونسي طوال الشوط الاولاني. في الشوط الثاني كاسبر هيلماند مدرب منتخب الدنمارك غير بعض التغييرات، غيرت من شكل فريق الدنمارك وخلت الفريق يبان بشكل احسن وبصورة احسن في الملعب، خاصة ماتياس ينسن اللي نزل فيه الباك الشمال او ناحية الشمال عشان خاطر يعمل جبهة قوية جدا جدا، خلت منتخب الدنمارك يبان اقوى واحسن. وكمان ضيعوا كورة اللي شالها من الجون هو كريستيانسن، يعني كريستيانسن لو ما حطش دماغه في الكوره دي كان هتبقى جون لمنتخب الدنمارك، غير ان هم سجلوا هدف واتحسب تسلل. مبروك لتونس النقطه، مستنيين من التوانسه اداء اقوى من كده وتحسن في الاداء في المباريات اللي جايه، خاصه ان انا سايب فرنسا مغلوبه من استراليا 1-0. ودلوقتي مع لقطة مع المونديال، وطبعا احتفالا بالاخضر السعودي بنفكرهم بمشاركتهم في كاس العالم سنة 1994 في الولايات المتحدة الامريكية، ودي كانت المشاركة الاولى لمنتخب السعودية، وقدر منتخب السعودية ان هو يوصل للدور ال16 من البطولة، خاصة بعد ما كسب اول ماتش تاني ماتشين. اتغلب اول ماتش من هولندا 2-1، وغلب تاني ماتش المغرب 2-1، ويفوز في المباراة الاخيرة في المجموعة قدام بلجيكا 1-0 قبل ما يقابل السويد في دور ال16 ويتغلب 3-1، وتبقى المشاركة الابرز للاخضر السعودي في كاس العالم سنة 94. دي كانت تعليقاتنا وتحليلنا لمباريات العرب في المونديال القطري، سواء السعودية قدام الارجنتين او تونس قدام الدنمارك. نتمنى المزيد من التفوق العربي في مونديال قطر 2022. لو عجبتكم الحلقات مع الباش لعيب ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للفيديو وسبسكرايب كمان للقناة، واستنونا في حلقات جديدة مع الباش لعيب وكاس العالم قطر 2022، والسلام عليكم. أداء متوسط لأسود الأطلس، وفعلا خوف الركراكي ضيع فوز مهم وثمين جدا لمنتخب المغرب قدام كرواتيا. رجال الساموراي والتكنولوجيا الياباني بيدوا درس قوي جدا للعجلات الألمانية جوه الملعب وبره الملعب. فعل فاضح في الطريق العام حصل في استاد الثمامة في الماتادور الأسباني، بيعمل مباراة رائعة جدا جدا جدا، بيعلمنا يعني ايه كورة بجد قدام كوستاريكا عشان خاطر يحرز 7 أهداف، ومنتخب كوستاريكا يقف عاجز قدام الفعل بلس 18 اللي حصل في الملعب. ما تنسوش في نهاية حلقتنا هنتكلم عن لقطة في المونديال في سلسلة كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب، وحلقة جديدة دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة في سلسلة كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب. هنتكلم عن مباراة المغرب وكرواتيا، ونجح فعلا منتخب كرواتيا في الاقتناص نقطة ثمينة من منتخب المغرب، ولكن السبب كان وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب. وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب لعب بخطة 4-3-3، وعشان برضو ما نبقاش مجحفين للراجل، هو فعلا قدر ان هو ينجح فيه ان هو يوقف لوكا مودريتش اللي هو رغم كبر سنه اللي عدى 35 سنة، الا انه في مسيرته مع الريال السنة دي قدر ان هو يشارك في صناعة 18 هدف من 36 هدف سجلهم ريال مدريد، وده رقم كبير جدا جدا على لعيب في سن لوكا مودريتش، وكمان بيلعب في نص الملعب. قدر وليد الركراكي ان هو يحجم لوكا مودريتش بان هو لزق له سفيان المرابط. سفيان مرابط كان لازق لوكا مودريتش فين ما يروح، وقت ما كان ما يروح او يقرب من
منطقه دفاع منتخب المغرب كان بيلاقي دايما سفيان مرابط قدامه وبيخش عليه بتدخلات عنيفه، وده اللي خلى لوكا مودريتش دايما يبعد عن مناطق صناعه اللعب في المباراه. كان دايما بعيد، بيقابل من ورا، بيباصي من ورا، ما بيخشش جوه عشان دايما بيلاقي سفيان مرابط قدامه. كمان من ضمن الحاجات اللي عملها وليد الركراكي كويسه ان هو وقف بيرسيتش في الناحيه الشمال لمنتخب كرواتيا ناحيه اليمين لمنتخب المغرب، بان هو وقف له دايما اشرف حكيمي عشان خاطر يمنع التقدم بتاع بيرسيتش قدام وصناعه اللعب من ناحيه الشمال. المباراه تحس ان هي مقفوله ومتحجمه من الفرقتين كانوا خايفين ان هم يخاطروا باللعب ويخاطروا ان هم يهاجموا، وده اللي بان اكتر في وليد الركراكي مع منتخب المغرب. وجود حكيم زياش قدام اشرف حكيمي ده اللي خلى اشرف حكيمي دايما متأيد، طلوعه بيبقى بالحساب وطلوعه ما كانش كتير، والكرة الوحيدة اللي طلع فيها عمل هجمة خطيرة جدا لمنتخب المغرب، لكن دايما ما شفناش اشرف حكيمي بتاع باريس سان جيرمان وتقدماته الكتير ولعبه في مساحات مفتوحة. الناحية التانية برضو نصير مزراوي لاعب منتخب المغرب وبايرن ميونخ برضو تقدمه كان بحساب، وما شفناهوش غير في الكورة اللي تقدم فيها ولعبها بدماغه واصيب فيها. الباكين دول كانوا يعني اهم سلاح واخطر سلاح لمنتخب المغرب، فرط فيهم وليد الركراكي نتيجة لخوفه من ان هو يتلقى اهداف. لكن بشكل عام اداء الى حد ما متوسط لمنتخب المغرب، النقطة مش وحشة، لكن خلي بالك يا وليد انت هتقابل الماتش اللي جاي منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا او الثالث عالميا، منتخب صعب. ما يغركش ان هو اتهزم قدام منتخب مصر في المباراة الودية الاخيرة، لكن برضو يظل منتخب بلجيكا من المنتخبات القوية في الساحة الأوروبية والعالمية. في لعيبة كمان في منتخب المغرب ما ساعدتش وليد الركراكي في ان هو ينفذ اي جمل هجومية حلوة، وفي لعيبة ما شفناهاش بالمستوى اللي احنا نعرفه عنها، زي مثلا سفيان بوفال على الجنب الشمال ما عملش اي حاجة تذكر طوال المباراة. حتى بديله عبد الصمد الزلزولي لما نزل قدم اداء في منتهى الضحك. عبد الصمد الزلزولي كان نازل يعمل فيها مارادونا، وكل كرة ينزل يحاول يرقص فيها تفلت منه، تتقطع منه، ينسى الكرة ويسيبها ويمشي. يعني عبد الصمد الزلزولي حسسنا ان هو المغرب كبيرة عليه. طب المغرب كبيرة عليك ما تلعبش بصراحة، يعني اداء سيء جدا جدا جدا، ولاعيب صغير في السن، يعني مش مستاهله العمليه ان انت ما عملتش حاجه لسه عشان خاطر يعني تلعب بالاداء السيء والاداء المستهتر ده في الملعب. وانا بصراحه من الركراكي لو انا مكانه هعاقبه وقعده على الدكه بقيه المونديال. خلاص ده انت مش هتشم كوره تاني مع المغرب. بصراحه اداء سيء جدا جدا جدا، ولو كان في لعيب مكانه فايق كان هيفرق كتير قوي مع منتخب المغرب. كان ممكن كمان لو كان موجود سفيان رحيمي مكان عبد الصمد الزلزولي كان هيفرق كتير قوي مع منتخب المغرب. نيجي بقى لمنتخب العجلات الألمانية اللي ليهم وقفة كده يعني تضامنية مع العجلات، لكن هنسيبنا من الوقفة التضامنية اللي عملوها. انت بتفكر بره الملعب، لكن خليك فكر جوه الملعب. لو فكرت جوه الملعب ما كانش هيحصل اللي حصل فيك ده، رغم ان انت كنت متسيد اللقاء طول المباراة. يعني انت ألمانيا عملت في اليابان كل اللي ممكن تعمله، وصلت لنسبة الاستحواذ 74% في 26 تسديدة لألمانيا على مرمى اليابان، منهم 9 ما بين القائمين والعارضة. كان ليك عدد محقق من الاهداف او الاكسبكتد جولز يعدي ال3 اهداف، وما جبتش غير هدف من ضربة جزاء. يعني المانيا لو فكرت جوه الملعب وسابوهم من اللي بره الملعب كان اكيد هيغلبوا اليابان. لكن فوجئنا بقى بالتكنولوجيا الياباني ورجال الساموراي اللي وقفوا وقفة قوية جدا ولعبوا رجالة جدا، خاصة في الشوط الثاني مع التغييرات اللي عملها مدرب اليابان موراسيو او اسمه صعب شوية، مورياسو.
مورياسو نزل مونامينو اللي هو كان بيلعب في الليفر او نجم الليفر السابق، وكمان نزل معاه ريتسو دوان اللي هو قدر ان هو يحرز هدف التعادل في الدقيقة 75 بعد نزوله تقريبا ب3 أو 4 دقايق. التغيير اللي عمله المدرب الياباني في نص الملعب وفي الناحية الهجومية فرق كتير قوي في أداء اليابان الهجومي، وكمان ساعدوا على كده استهتار دفاع ألمانيا والأداء السيء اللي قدمه دفاع ألمانيا خاصة من الناحية الشمال. حتى الجون الثاني كرة معدية من فوق ايد مانويل نوير بغرابه شديده جدا. يعني ازاي لعيب يوصل لغايه ال6 ياردة وما تطلعش تاخد منه الكوره ويشوطها كمان وتطلع فوق ايدك بالمنظر ده؟ يعني بصراحه المانيا تستاهل اللي جرالها في الملعب عشان خاطر اللي عملوه بره الملعب. نيجي بقى لمباراه البلاس 18 على استاد التمامه. الماتادور الاسباني لويس انريكي بيقدم مباراه فيها كل فنون كرة القدم الحديثة، تيكي تاكا زي ما الكتاب بيقول. عمل كل حاجة في الملعب. عنده جافي وبيدرو الاتنين بتوع برشلونة بيعملوا أداء عظيم جدا جدا جدا. في لعيبة شفناها أدائها مع منتخب أسبانيا مختلف تماما عن أدائها مع أنديتها. يعني مثلا شفنا فران توريس اللي سجل هدفين، أداؤه مختلف تماما عن اللي شفناه مع تشافي في برشلونة، وده السبب فيه اكيد المدرب اللي قاعد على الدكه لويس انريكي حفز اللعيبه بطريقه كويسه. خطه لعبه اللي بتتميز ان مفيش لعيب في مكانه. يعني تخيل انت مفيش لعيب في مكانه في منتخب اسبانيا طوال المباراه الا 3 لعيبه، الاثنين الباكات والحارس. غير كده بقيه اللعيبه دايما في حركه مستمره، كل اللعيبه بتتبادل مراكزها مع بعضها. اسينسيو بيبدل المركز بتاعه مع دانيال اولمو ومع كمان فران توريس، وكمان الزياده العدديه اللي بيعملها جافي وبيدرو. اداء عظيم جدا 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 من منتخب اسبانيا. مش معنى ان منتخب كوستاريكا اقل من الضعيف، هو مش ضعيف، ده هو اقل من الضعيف، ان ننكر حق المدرب واللي عمله في الملعب والاداء اللي احنا شفناه في الملعب. يعني ده كفايه الجون بتاع جافي جايب جون لما نزل الفارو موراتو بيلعبها له عرضيه، جون كده اللي هو يدرس، جون يحسسك ان ده لعيب عالي عالمي. كمان بيخش ان هو يبقى اصغر لاعب اسباني بيسجل في المونديال. جافي وبيدرو الاثنين بصراحه قدموا اداء عظيم جدا جدا. كل لعيبه اسبانيا قدمت اداء عظيم جدا جدا، بما فيهم اللعيبه البدلاء اللي نزلوا، وكمان مدربهم لويس انريكي اللي بيقدم رساله تهديد واضحه وصريحه لمنتخب المانيا. هنشوف قمه كبيره جدا ونهائي لكاس العالم قبل الاوان في الجوله الجايه ما بين اسبانيا والمانيا. المانيا مجروحه قوي من التكنولوجيا الياباني، واسبانيا قدمت تهديد واضح وصريح لكل الفرق. مباراة هتبقى قوية جدا جدا وكلنا في انتظارها. ودلوقتي مع لقطة في المونديال هنتكلم عن المشاركة الأبرز لمنتخب المغرب. هنرجع لكاس العالم سنة 86. المشاركة الأبرز لمنتخب المغرب اللي وصل فيها لدور ال16 كان في مجموعة بتتكون من المغرب، انجلترا، وبولندا والبرتغال. قدر ان هو يتعادل سلبيا مع بولندا وانجلترا قبل ما يهزم البرتغال ب3 أهداف مقابل هدف عشان يصعد للدور اللي بعده ويقابل للأسف ألمانيا الغربية. ألمانيا الغربية قدرت ان هي تفوز على المغرب في الدقيقة 88. كانت دي المشاركة الأبرز لمنتخب أسود الأطلس في كاس العالم اللي اتلعب في المكسيك سنة 86. دي كانت تعليقاتنا وتحليلاتنا للمباريات اللي اتلعبت النهاردة في كاس العالم. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقات تدعمونا بشير ولايك للفيديو وسبسكرايب كمان للقناة، واستنونا في حلقات جديدة في سلسلة كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب، والسلام عليكم. نهاية الحدث التاريخي ومونديال قطر بإعادة ميسي لكأس العالم للقارة اللاتينية، قارة كرة القدم، بعد غياب دام ل20 سنة.
الحظ اخيرا يبتسم لميسي في النهائي التاسع ليه مع منتخب بلاده الارجنتين. ارقام تاريخيه كتير حطمها ميسي خلال 16 سنه في مشاركاته مع منتخب الارجنتين في كاس العالم. ميسي بيخلد اسطورته في وجدان كل ارجنتيني بعد ما حقق الحلم وقدر ان هو يرفع كاس العالم لاول مره في تاريخه وللمره الثالثه في تاريخ منتخب الارجنتين. المستقبل بيقول ان كيليان امبابي هو محطم الارقام الجديد واسطوره كاس العالم الجديده هيبقى فرنساوي وهو كيليان امبابي. ما تنسوش في نهايه حلقتنا هنتكلم عن لقطه في المونديال في اخر حلقه من حلقات سلسله كاس العالم قطر مع الباش لعيب، وحلقه جديده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي المشاهدين واخر حلقه من سلسله كاس العالم قطر 2022 مع الباش لعيب بصورة ختامية هي الأعظم في تاريخ الأرجنتين، وميسي بيحمل كاس العالم لأول مرة في تاريخه في النهائي الثاني اللي بيصعده مع منتخب بلاده، وتقريبا بينهي مسيرته الكروية باللقب اللي استعصى عليه استعصى على كل الأرجنتينيين بعد دييجو أرماندو مارادونا. خلال 16 سنة لعبهم ميسي بقميص منتخب بلاده الأرجنتين خلال نسخ سابقة لكاس العالم، 4 نسخ بداية من 2006. هي دي العقبة الوحيدة اللي كانت في طريق ميسي وفي طريق تاريخه ان هو يسطر اسمه من ضمن عظماء الارجنتين ويتخلص من مقارنته مع دييجو أرماندو مارادونا ان هو يحصل على كاس العالم. في كل مرة وفي كل اخفاق كان بتواجهه الارجنتين كان بيتم اللوم على ميسي. كان دايما ميسي بيتحط ان هو انت عملت ايه لمنتخب الارجنتين، عملت ايه لمنتخب بلادك، عملت ايه عشان خاطر تخلد اسمك كاسطوره زي اسطوره الارجنتين في كره القدم دييجو أرماندو مارادونا، عملت ايه عشان خاطر تحقق اسم ليك ولمنتخب بلادك خلال مشاركاتك في كاس العالم. كل اخفاق كان بيجي وراه اعتزال لميسي دوليا، كان بيبقى هو مضغوط وضغط نفسي كبير جدا عليه هو اللي بيدفعه للاعتزال ده. وفي بعض اللحظات كان ميسي بيلوم نفسه اكتر من اللازم على الاخفاق اللي بيقابله منتخب بلاده، لان احنا عارفين طبعا ان كرة القدم لعبة جماعية بيبقى فيها اكتر من عامل، مش لاعب بس واحد هو اللي بيسبب فوز الفريق او بيسبب خسارته. ممكن تكون مش في يومك النهاردة، لكن ممكن تبقى في يومك وتبقى بتعمل كل اللي عليك ويبقى الاخفاق جاي من اللي حواليك مش منك انت. في 2014 قدر ميسي ان هو يتخلص من العقدة دي ويقدر يوصل بمنتخب بلاده في البرازيل لنهائي كاس العالم قدام ألمانيا، لكن ألمانيا كانت في عز أوجها الكروي، وكان منتخب ألمانيا من المصنفين عالميا وكان أقوى منتخب فعلا في أرض الواقع، لدرجة ان هو قدر يغلب منتخب البرازيل اللي هو مستضيف البطولة 7-0. متخيل؟ منتخب ألمانيا كان قوي جدا وقدر يوصل منتخب الارجنتين مع منتخب المانيا للنهائي ويوصل كمان للوقت بدل الضايع قبل ما تحقق المانيا الفوز بهدف وحيد. جت نسخة قطر 2022 وكأنها النسخة اللي بتبتسم لميسي وبتبتسم كمان لتحطيم ارقام كبيرة قدر يحطمها ميسي في نسخة قطر 2022. ممكن كانت بداية الأرجنتين قدام السعودية بداية سيئة وهزيمة قدام منتخب سعودي كان منظم جدا دفاعيا وقدر يعتمد على الهجمات المرتدة بشكل كويس، وقدر كمان ينفذ الهجمات المرتدة بشكل سليم وقدر يحرز هدفين وتتهزم الأرجنتين في أول مباراة ليها ومباراة الافتتاح في قطر ب 2-1. كل الداعمين لميسي وكل الداعمين لمنتخب الأرجنتين كانوا بيتوقعوا خروج مبكر لمنتخب الارجنتين من كاس العالم، ولكن يجي ميسي ورفاقه ويثبتوا ان هم على قد المسؤوليه ويقدروا ان هم يكملوا مشوار البطوله بالفوز في مباراتين متتاليتين ويقدروا يصعدوا كاول مجموعه بعد ما قدروا ان هم يغلبوا المكسيك ويغلبوا كمان بولندا، ويصعد بعد كده منتخب الارجنتين ويقابل صعوبه كبيره جدا قدام منتخب استراليا ويفوز بصعوبه باقدام ميسي 2-1 عشان خاطر بعد كده يقابل المنتخب الهولندي. وتبدأ اخطاء اسكالوني في ان هو ما قدرش ان هو يستفيد من تقدمه بهدفين قدام هولندا ويتعادل المنتخب الهولندي 2-2 ونروح لضربات الترجيح عشان خاطر يقدر منتخب الارجنتين ان هو يصعد لمواجهة كرواتيا. في مباراة كرواتيا منتخب الارجنتين خلص الليلة بدري في 10 دقايق، قدر ان هو يغلب كرواتيا 3-0
ويصعد للنهائي لمواجهة فرنسا. مباراة فرنسا في النهائي ابتدى سكالوني بخطة لعب 4-3-3 عادية اللي هو معتود يلعب عليها، لكن كانت النقطة المميزة لسكالوني في الملعب هي قوة نص ملعب الأرجنتين، ومنتخب الأرجنتين قدر ان هو يسيطر على نص الملعب تماما من خلال 3 لعيبة، وهم ال3 لعيبة الأبرز في تشكيل الأرجنتين من وجهة نظري، والأبرز كمان على مدار البطولة، سواء كان ماك أليستر اللي كان قوي جدا دفاعيا وقدر ان هو يحجم جريزمان اللي كان نجم منتخب الفرنسي طوال البطولة، وكان سبب في صعود فرنسا لنهائي كاس العالم للمرة الثانية على التوالي. كمان في 2 لعيبة، سواء كان اللاعب الشاب انزو فرنانديز او كمان ديبول كان بروحين برئتين، كان بيلعب لاعب نص الملعب وكمان بيزيد في الهجمات المرتدة الأرجنتينية كلاعب جناح يمين عشان خاطر ميسي يسقط لنص الملعب ويبقى لاعب محوري كلاعب صانع ألعاب. ميسي واخد حرية حركة سواء كانت الخطة دفاعية أو هجومية، ميسي ما كان مسؤوليته ان هو ينقل اللعب من الدفاع للهجوم، ويقدر يحول الهجمات المرتدة اللي كانت بتميز الأرجنتين طوال البطولة بهجمة مرتدة سريعة. وقدر منتخب الأرجنتين يعمل هجمة مرتدة زي ما الكتاب بيقول ويخلص الشوط الأولاني 2-0. بداية من الشوط الثاني ابتدى منتخب الأرجنتين يتراجع شوية بدنيا، وابتدى يحس ان هو ضامن المباراة وان هو خلاص توج بكاس العالم. اخطاء كمان سكالوني في التبديل الخطير اللي عمله بخروج دي ماريا ونزول اكونيا هريح كوندي على الاخر. كوندي كان متمرمط، كان دي ماريا الحاج دي ماريا كان مشطفه يمين وشمال وفين يوجعك. حتى ضربة الجزاء اللي تقدم بيها ميسي كان السبب فيها دي ماريا. كان اول خطأ من سكالوني ان هو يطلع دي ماريا وينزل اكونيا اللي هو اصلا باك شمال ما بيلعبش جناح، ويريح كوندي على الاخر عشان تبتدي خطورة منتخب فرنسا تبان كمان في ارض الملعب، خاصة كمان بعد ديشامب ما عمل تغيير عبقري ونزول كينزلي كومان بدل جريزمان عشان خاطر كينزلي كومان يقلب المباراة حرفيا وفي دقيقة واحدة، وبغلطة اوتوماندي وضربة الجزاء اللي رجعت فرنسا للمباراة يقدر كيليان امبابي يسجل هدفين في دقيقة واحدة وتعيد الكفة لفرنسا ويبقى التعادل 2-2 في الدقيقة 80. اما رحنا للاشواط الاضافية ابتدى سكالوني يحس بغلطته وابتدى يعمل تغييرات في نص الملعب، خاصة بعد ما ديبول ارهق جدا بدنيا، تقريبا استنزف، تقريبا كان بيموت حرفيا، ونزل باراديس في نص الملعب وطلع ديبول، وكمان نزل لوتارو مارتينيز عشان ينشط شويه الجبهه الهجوميه، ويرجع تاني منتخب الارجنتين يتسيد اللقاء في لقطه غريبه جدا 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 من الديوك الفرنسيه ان هم يستنوا ان هم يستقبلوا اللعب عشان يقدر برضه منتخب الارجنتين من تنفيذ هجمه مرتده منظمه يقدر ميسي ان هو يحرز هدف التقدم في الشوط الثاني الاضافي. لكن قلة خبرة لعيبة الأرجنتين خاصة الدفاعية هي اللي خلت جونزالو مونتيل يغلط غلطة كبيرة جدا ويحط ايده في تسديدة كيليان امبابي عشان خاطر تبقى ضربة جزاء تانية لكيليان امبابي ويسجلها هدف. وهنا هنقف لحظة عند اسم بيلمع في سماء كاس العالم وفي سماء كرة القدم، وهو الفرنسي كيليان امبابي. كيليان امبابي بيكتب اسمه من ضمن عظماء كاس العالم وعظماء الكرة في العالم، بيبقى تاني لاعب بيسجل هاتريك في نهائي كاس العالم، ويبقى اصغر لاعب بيتخطى رقم بيليه ويوصل للهدف رقم 13 في تاريخ كاس العالم وفي تاريخ نهائيات كاس العالم. كيليان امبابي بيحط اسمه من ضمن عظماء القوم في كرة القدم. كمان في تاريخ نهائي كاس العالم كان اللاعب الانجليزي هيرست جويف نزل كبديل في مباراة نهائي كاس العالم سنة 66 قدام ألمانيا، وقدر برضه ان هو يحرز هاتريك عشان يبقى كيليان امبابي هو تاني لاعب ويحط اسمه في التاريخ كتاني لاعب يسجل هاتريك في نهائي كاس العالم. اخيرا الكرة ممكن تعندك وممكن تقف قصادك، الكرة وقفت كتير والحظ وقف كتير قدام ميسي، لكن يشاء القدر وتشاء الظروف
ان نحس ميسي يتفك في قطر وتبتسم اخيرا الكرة لميسي ويخلص من عقدة النهائيات ويتوج بكاس العالم عشان خاطر يتخلص من شبح دييجو ارماندو مارادونا ويقدر يكتب اسمه من ضمن عظماء الكرة الارجنتينية، بعد ما كان جمهور الارجنتين بيقول ان ميسي اقل كتير من دييجو ارماندو مارادونا. لا، ميسي بيتخطى وبيكسر ارقام دييجو ارماندو مارادونا وبيتخطاه في الاهداف، ويبقى الهداف التاريخي للارجنتين في كاس العالم، ويبقى كمان لاعب اول مره يتوج بنهائي كاس العالم بعد دييجو ارماندو مارادونا في العصر الحديث. ودلوقتي مع لقطه في المونديال احتفالا بميسي وتتويجه ببطوله كاس العالم، هنفتكر مع بعض اهداف ميسي في نسخ كاس العالم السابقه على مدار 16 سنه. اخيرا مبروك للاسطوره ليونيل ميسي التتويج ببطوله كاس العالم، البطوله المستعصيه اللي استعصت على كل الارجنتينيين بعد دييجو ارماندو مارادونا. لكن يجي المنقذ ليونيل ميسي في ختام مشواره ويتوج باللقب الاغلى في تاريخه، ويبقى ميسي عمل كل حاجه في الكوره عشان ياخد فعلا لقب اسطوره كره القدم في التاريخ. ما تنساش لو عجبتك الحلقه تدعمنا بشير ولايك وسبسكرايب كمان للقناه، وكمان تستنانا في حلقات جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.